السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل هي حاجه حلوه. هي ايه بقى؟ في ناس بتقول عليها مفتقه وفي ناس بتقول عليها حلبه معقوده. انا هعمل مقدار كيلو. ده كيلو عسل، ودي حلبه محوجه سمسم. السمسم والسوداني ممكن تحطي الكميه اللي انت عاوزاها. دول نص كوبايه دقيق وكوبايه الا ربع زيت. نروح بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي الحله اهي سخنه، هنحط الزيت. الزيت يسخن، بعدين ايه هنحط ايه الدقيق. اتاكد ان الدقيق ايه داب كده في الزيت وتشوح. بس الدقيق ابتدى يفور اهو، لونه اصفر. هننزل بالسوداني. السوداني لازم تديله ايه تحميصه كده عشان ايه يبقى حلو معاكي. ريحه السوداني اهي طلعت. حط بقى السمسم. اهم حاجه بقى تسوي الحاجات دي كويس، والدقيق يكون استوى معاكي كويس عشان ايه ريحته ما تبانش. ريحه بقى السمسم والسوداني تطلع كده تبقى جميله. اهم حاجه تشوحي الحاجات دي كويس، لان العسل مجرد ما تحطيه بيتقل معاكي على طول، غلوتين وخلاص. انما الحاجات دي اللي لازم ايه تعمليها كويس. دلوقتي الحاجه اتحمصت اهو استوت. هنزل بالحلبه، الحلبه المحوجه اللي هي عليها مغات. حلبة بس ثواني كده تتحمص مع الحاجة، وانزل بالعسل. خمس دقايق كده بس اقلب فيها شوية على نار هادية واوريها لكم. دلوقتي هنزل بقى بالعسل. ده كيلو. انا موطيه النار خالص. دي بقى في الشتاء بتبقى جميله. في ناس بتقول عليها مربة الغلابه، بس انا مش شايفاها مربة الغلابه يعني. ده كل الناس يعني، في ناس كتير بتاكلها عادي يعني. بصوا غليت اهي وبدأت ايه تتقل. دلوقتي بقى انا هطفي عليها واسيبها ايه تهدى شويه واوريها لكم. بقى يا حبايبي انا كده خلصتها اهي. بصوا كل ما بتقعد كل ما بتتقل. هي كده لسه سخنه، كل ما تقعد كل ما هتديكي تقل. بصوا هي لها كام طريقه، بس دي ابسط طريقه لها. يعني دي اقل طريقه لها، يعني تقدري ايه تعمليها باسهل حاجه. الكيلو عمل معايا دول. وقولوا لي بقى ايه رايكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، وبالهنا والشفا.